السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي فرخة انا هسلقها، بس هحط لها كده تتبيلة من جوه، ملح وفلفل بالبصل عشان تديها ريحة حلوة كده في السلق، وتديني كمان شوربة كويسة لو انا عايزة اعمل كشك مثلا، ملوخية حاجة كده يعني، بتخلي الشوربة غنية وجميلة. هتبلها بقى ما بين الجلد وما بين اللحمة بتاع الفرخة وارجع لكم تاني. كده انا تبلتها اهي من جوه كده، ما بين السمين وما بين الفرخة. خصوصا دي لما تكون الفرخة جايالك مجمدة مش مذبوحة لسه طازة، بتخلي ريحة الفرخة تروح في حتة تانية وبتبقى جميلة. بصي البصل داخل جوه الفرخة ازاي، بيغير خالص طعم الفرخة وطعم الشوربة كمان. هحطها بقى دلوقتي في الشوربة تتسقي. دي بعد ما حطيتها هي على النار وشلت الريم من عليها كده، هحط لها كام ورقة لورو، ولو عندك انتي حبهان حطيه، بس انا ما عندكيش خلاص، هو كده التتبيلة حلوة قوي. بصي كده هي بعد ما اتسلقت خلاص، ده البصل اللي جوه الفرخه، هدهنها بقى باللبن. التركه دي محدش كتير يعرفها. وبعد كده هحمرها بقى في زيت، في سمنه، في زبده، اي حاجه. انا حاطه شويه زبده وشويه زيت، هحمرها فيهم على الوشين. بس ايه، هدهن الوش اللي انا هنزله في الطاسه الاول، وبعد كده ادهن الوش التاني عشان ما تنزلش في الطاسه وتخليها تلزق مني. كده ادهنها بقى من الوش التاني، وهقلبها على الناحيه التانية ادهنها باللبن برضه. بصي هي كده بعد ما خدت لون خلاص، بالتركه اللي قلتلك عليها. وعملت معاها بس كده شويه رز بالشعريه، وده الزيتون برضو كنت مخللاه موجود عندي في القناه. جربي كده بقى التركه اللي انا قلتلك عليها دي وانتي بتحمري الفرخه، وقوليلي ايه رايك فيها. الف هنا.